طبيبة هندية مشهورة قالت لي اخلطي الملح بالشاي وتخلصي من شيب الشعر الابيض نهائي بدون ما تستخدمي حنة ولا صبغة. وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا لما اضيف شوية ملح على شوية شاي هيبقى شعري بالشكل ده. ومن يوم ما جربت الوصفة دي وما ظهرش عندي ولا شعرية بيضة. انا جربتها من ازيد من 9 شهور، يعني مستحيل بعد الوصفة دي يظهر معاكي شعر ابيض تاني. يلا بينا نشوف وصفتنا، ولو عجبتكم اتمنى ان انتم ما تبخلوش علينا باللايك. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف وصفتنا السهلة البسيطة اللي مكوناتها كلها هتفتحي مطبخك هتلاقيها. اول حاجة انا استخدمتها هو الملح العادي. انا مستخدمة هنا الملح الناعم العادي اللي كلنا موجود في بيوتنا، هضيف منه معلقة. بالنسبة للشاي انا برضو مستخدمة الشاي الاسود، ولازما يكون شاي ناعم، ما ينفعش اللي هو الشاي المخرز او اللي هو اللي مش ناعم، لا لازم يكون معاكي شاي ناعم. ولو انت مش عندك شاي ناعم ممكن بامكانك ان انت تصحنيه في المصحنه كده وهيتصحن معاكي وهيكون ناعم. بعد كده هبدا بقى ان انا اخلط الشاي بالملح كويس جدا لغايه ما اتاكد ان الاتنين امتزجوا مع بعض بالشكل ده. هسيبهم على جنب ونبدا نحضر باقي وصفتنا. معايا هنا كمان البن، او لو مش عندك بن ممكن تستخدمي النسكافيه، اهم حاجه ان هو يكون بلاك ولازم يكون ساده. هاخد منه برضو معلقه صغيره، يبقى معلقه كبيره ملح عليها معلقه كبيره من الشاي عليها معلقه صغيره او نص معلقه كبيره من البن. وكل ما بضيف مكون ببدا ان انا اخلطهم كويس. عليهم كمان هضيف معلقه كبيره من الزبادي. انا هنا استخدمت الزبادي البيتي، انت لو عندك بقى زبادي اللي هو الشركات استخدمي اي نوع زبادي. طب مش عندي زبادي ضيفي معلقه واحده من الحليب، يبقى هو يا اما معلقه من الزبادي يا اما معلقه من الحليب. وببدا ان انا اخلط بقى كل المكونات لغايه ما اتاكد ان كمان الملح بتاعنا داب. تمام كده، تمام، لغايه ما يجيني القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعد كده بقى هبدا ان انا اضيف معلقه واحده من الخل الابيض العادي. اظن لغايه دلوقتي كل مكوناتنا موجوده من المطبخ او من بيتنا العادي، يعني لغايه دلوقتي ما احتاجناش ان احنا نشتري اي حاجه. ومجرد ما ببدا ان انا اضيف مكون ببدا ان انا يعني ادمجه الاول في الخلطه بتاعتي او في الوصفه بتاعتي قبل ما اضيف المكون التاني. عاوزه اقول لكم الوصفه دي نتيجتها فوق الممتازه، مش بس بتزيل الشعر الابيض، ده كمان بتنعم وبترطب الشعر جدا. باقي معايا اخر مكون وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا اهم حاجه يكون زيت زيتون بكر، يعني معصور عصره على البارد، وهحتاج منه معلقه واحده بس. وطبعا هو بيغذي الشعر جدا وكمان بيمد الشعر بكل الفيتامينات اللي الشعر محتاجها، واللي كمان على اساسها بيبدا ان هو يختفي شيب الشعر الابيض نهائي. كده ما شاء الله الوصفه بتاعتنا اكتملت كل المكونات بتاعتها، والقوام بتاعها لازم يكون معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. كل اللي علينا ان احنا هنبدا ان احنا نغسل شعرنا بالميه الدافيه، ومش بس هندهن المنطقه اللي فيها شيب الشعر الابيض، لا هندهن الشعر كله بالوصفه الجميله التحفه دي. بس اهم حاجه ان انت بتدهني من جذور الشعر لغايه نهايه الشعر. بعد كده بنبدا ان احنا نغطي الشعر بتاعنا باي غطاء للشعر ونسيبه لمده من ساعه لساعتين على حسب بقى كميه الشعر الابيض كثيفه ولا بسيطه. عاوزه اقول لك ان انت بس كل اللي انت محتاجاه ان انت تنتظمي على الوصفه دي وتعمليها بس مرتين في الاسبوع. بعدها بفضل الله وحده هيختفي عندك شيب الشعر الابيض، وانت تاني انك تستخدمي صبغات او حنه او الحاجات اللي انت كنت بتفكري فيها دي كلها. بفضل الله وحده وصفه طبيعيه يعني مضمونه 100% ونتيجتها فوق الخيال. عاوزاكم كلكم تجربوها، انا شخصيا جربتها ومستنيه تعليقاتكم الحلوه واشوفكم على خير.